زاوية أخرى. شكرا للزملاء التقنيين نوفل شيطة. الحكم كان قريب من اللقطة، كان يراقب اللقطة وكان يراقب الصراع الثنائي بين العيجي والعمري سيداي. من سيتولى التنفيذ؟ يوسف بلايلي، وكرة ثابتة. قلت كل الكرات ثابتة سيتولى تنفيذها بما فيها ضربة الجزاء. بلايلي والحارس خديرية. بلايلي، يوسف بلايلي وخديرية. سفيان بلايلي يفتح مجال التهديف، يفتح المولودية، تفتح مجال التهديف مبكرا في الدقيقة العاشرة. تتمكن المولودية من فتح مجال التهديف وتتقدم في النتيجة هدف مقابل 0 من توقيع الهداف المولودية يوسف بلايلي. وفرحة أنصار المولودية الجزائر، الأنصار الذين يعيشون موسما ولا في الخيال. فريقهم تمكن من فتح مجال التهديف عن طريق ضربة جزاء من كرة ثابتة. يتمكن يوسف بلايلي من مباغاة الحارس خديرية وتوقيع الهدف الأول. هدف قد يلهم وقد يشعل المقابلة، وننتظر رد فعل فريق اتحاد خنشلة. نشاهد الإعادة. الحارس خديرية في جهة والكرة في جهة. الدفاع وحاولت الضغط من بلايلي على خديرية بالخطأ ناحية طاهر. يروض هذه الكرة في منطقة الاتحاد، يمررها بهدوء وبرزانة ناحية رفيق عيجي. كرة لم تتعدى خط التماس، تبقى لبلايلي. رفيق انطلق، نعيجي انطلق نعيجي. الهدف الثاني في القائم الثاني. بايزيد في استقبال هذه الكرة بعد التوغل، بعد كرة ممتازة من يوسف بلايلي ناحية نعيجي يمرر في القائم الثاني، وبايزيد سجل الهدف. واحتراما لأنصار فريقه السابق لم يحتفل بالهدف. إذن المولودية تضيف الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الوقت الرسمي للشوط الأول، وتصبح النتيجة هدفين مقابل 0 لصالح المولودية. إذن هدف في القائم الثاني. نعيجي كان لوحده. هاي التمريرة في المرة الأولى كانت تمريرة من حليمية لعبها بلايلي لنعيجي، ونعيجي لبايزيد. أين هو دفاع الاتحاد في غفلة من دفاع اتحاد خنشلة؟ البايزيد على الصورة كما نشاهد يرفض